تويوتا كرولا. وهنلاقي ان الجيل الذهبي بتاعها هنا في مصر، وهم مسمينه بالجيل الذهبي لانه محبوب جدا هنا، هو جيل التسعينات من موديل ال90 لحد موديل 2000. يمكن في كرولا ببطه ودي في الثمانينات لحد موديل 91، لكن دي مخرجينها شويه بره المنافسه بتاعتنا. احنا بنتكلم عن كرولا ملكه. ملكه ليه؟ لان العربيه كويسه جدا، العربيه باني، العربيه اعتماديه، محبوبه جدا هنا في مصر. عشان كده ده مخلي اعاده البيع بتاعتها محترمه جدا لو هتجيبها. العربيه قطع غيارها موجوده، ده غير كده قطع غيارها لو حطيتها انت نسيت قطعه الغيار، طالما جبتها اصليه هتفضل في العربيه، مش هتغيرها كل شويه زي عربيات تانيه كتير. العربيه على الطريق في الثبات مفيش بعد كده، تحفه. العربيه التكييف بتاعها كويس جدا. عربيه من الاخر اعتماديه تجيبها وانت مبسوط. العربيه الميكانيكيه بتحبها، بتحب تشتغل فيها، بتفهم فيها لانها مش صعبه مش معقده. يمكن العربيه العيوب بتاعتها شويه ان هي العربيه واطيه شويه عن الارض، فده بيخليها تحكم على المطبات. ولو هتشتري العربيه اوتوماتيك فلازم تكشف كويس عن الفتيس، لان الفتيس لو كان فيه عيوب او فيه مشاكل فده هيتعبك شويه. العربيه بتنزل 1300 سي سي وبتنزل 1600. نيجي بعد كده العربيه اللي نزلت او اللي ممكن نقول التحديث بتاع الملكه، وهي تويوتا عيون، وهي نزلت من 1998 لحد سنه 2000، او ممكن نقول كمان من 97 لحد 2000. العربيه برضو كويسه جدا، هي يعتبر التطوير بتاع الملكه. العربيه هي نفس الملكه في الموتور والعفشه وحاجات كتير جدا، لكن مختلفه في الشكل الخارجي. لكن الناس هنا في مصر بتحب الملكه اكتر، وده يمكن يبرر انك تلاقي عربيه الملكه سعرها اكتر من العيون. العربيه الملكه بتعمل كسعر في السوق من 80 ل 100 الف، طبعا على حسب الموديل بتاعها وعلى حسب حاله العربيه. لكن العربيه الكورولا العيون بتعمل لها في حدود 85 الف لو انت هتجيب عربيه كويسه جدا. دي العربيه التويوتا كورولا الملكه او العيون. بنصح ناس كتير بيها لو هي بتحب الاعتماديه، لو يهمك قوي حته الثبات على الطريق، لو يهمك قوي ان العربيه اللي انت راكبها قطع غيارها موجوده، قطع غيارها متوفره، اي مركز او اي ميكانيكي ممكن توديها له هيفهم في العربيه وهيصلحها لك.